صباح الخير وصباح الوصفات الصحية الجميلة. عملت لكم كيك صحي من غير بيض، وده طبعا بناء على طلب ناس كتير، بس كمان انا ما حطيتش فيه زيت ولا حطيت عسل. وشايفين ما شاء الله الكيك طلع مرتفع جدا كاني حاطه فيه بيض، وتحليته طالعه مظبوطه برغم ان انا ما استخدمتش اي محلى صحي. يعني الافضل ان انتوا تاخدوه كمان مع الشاي، هيبقى احلى كمان من القهوه. انا عايزه اوريكم بس شكل الكيك من جوه عامل ازاي، طالع هش وطري وتحفه جدا. والكيك ده ينفع كمان لللانش بوكس في المدارس، لان الشوكليت بتتحط اختياري. شايفين شكلها عامل ازاي من جوه؟ انا عايزه اقول لكم طالعه مستويه وتحفه جدا وهشه جدا. انا اخدت قطعه حطيت عليها شوكليت، وانتوا لو مش عايزين الشوكليت هي اصلا كان طعمها حلو جدا. ويا ريت الناس اللي ما بتحبش بيض مثلا في الوصفات او ما بتحبش لبن يقدروا يستغنوا عن الكيك خالص، لان لازم الكيكه طالما تتعمل يبقى لازم يبقى فيها قيمه غذائيه. يعني لازم نحط اي بديل صحي يخلي الحاجه اللي احنا بناكلها يبقى ليها قيمه غذائيه كده، ونحس ان احنا جسمنا استفاد. يلا نشوف الطريقه مع بعض. معايا نص كوبايه لبن مغلي نقعت فيه 7 تمرات بالظبط لمده نص ساعه. بعد كده اخدتها ضربتها في الخلاط وعملتها زي العصير كده. والمشروب ده اصلا يعني لو اتحط عليه شويه قرفه هيبقى مشروب صحي حلو جدا للاطفال. استخدمت 5 معالق كبار من الشوفان المطحون، انا اللي طحناه في البيت، يعني يا ريت نشتري بيور واحنا اللي نطحنه. حطيت عليه رشه بسيطه من القرفه، تمر يعني قرفه على طول، وحطيت رشه بسيطه من البيكنج باودر، او ممكن تحط ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. قلبتها تقليبه كويسه كده مع بعض. ممكن تخلوا فيه دقيق قمح كامل براحتكم، بس انا استخدمت ال5 معالق كلهم شوفان. حطيت بقى الخليط اللي انا ضربته من غير ما استخدم اي حاجه تانية، هو ده بس الخليط اللي انا استخدمته. بصوا هو بيبقى تقيل بالشكل ده وبيقطع عشان يطلع معايا كيكه حلوه كده. لو خففتوه هتتقطع معايا بسهوله وهتبقى مفرفته. يبقى لازم قوام الشوفان يبقى تقيل كده. هندخل بقى الكيك في رف متوسط على درجه حراره 180، هيقعد بالظبط في الفرن من 15 ل 20 دقيقه عقبال ما يستوي. وحطيت بقى شويه مكسرات كده على الوش، ممكن تحطوا فواكه مجففه او اي حاجه صحيه، وممكن تسيبوها ساده زي ما هي على حسب ما تحبوا. اتمنى تجربوا الوصفه، وهستنى تطبيقاتكم في الكومنتات. وبس كده، صحتين وهنا.